هلا والله معاكم داي. يا جماعة الخير، ما أجمل شعور النصر حرفيا بعد كل الظلم والمعاناة. الحمد لله أخيرا النظام وحكم الدكتاتوري بشار سقط، وأخيرا والله العظيم حتى بعد سقوطه يعني كمية الأشياء اللي بتوجع القلب اللي طلعت على الانترنت من سجناء ومن عائلات فقدت ابنائها واشياء اقسم بالله انها بتوجع القلب، مناظر واشياء عم نشوفها من بعد ما سقط هذا النظام الفاسد مو طبيعيه. فاسال الله ان يكون بعون جميع الناس المتضرره من هذا النظام ويصبرهم جميعا يا رب، والف مبروك وان شاء الله عقبال الفرحه الكبرى وتحرير فلسطين. اما اليوم وبهاي المناسبه معنا صور ميمز حرفيا انا ما بعرف اي شيء عنها، لانه ايوب ممنتج القناه وممنتج هذا المقطع ايضا هو اللي جمعها، فانا اول مره بشوفها مثلي مثلك، فرح تكون ردة فعل طبيعيه 100%. بس الصور او الميمز المفروض انها تكون عن تحرير سوريا. فيب قبل ما ابدا اكيد يعني هاي اجمل التعليقات من اخر مقطع كما العاده، وشكرا كثير على دعمكم باخر مقطع، حرفيا قفزه مو طبيعيه من دعم ولايكات وتعليقات ومشتركين، شيء خرافي. والان قبل ما نبدا حط لايك واشترك في القناه ما كنت مشترك، وخلونا نبدا. اوكي بسم الله نشوف اول صورة. اوكي حاطط صورة دراغون كاتب الجولاني انتظر 4 سنوات يجهز ودراغون يستحق هذه المهلة. رد عليه عزيز وكتب له يستحق المهلة ذي لكن خوينا يجهز من 20 سنة. والله اتفق معك يا عزيز صراحة، مبدئيا اتفق معك. متى بنشوف نهاية ون بيس انا ماني عارف. رد عليه شخص حاط صورة دراغون وكتب له بتقارن تحرير سوريا دولة صغيرة كأي دولة يحررها دراغون من 22 سنة بهزيمة الحكومة العالمية التي تعادل هزيمة الناتو وامريكا في عالمنا. خليك في الانمي ولا تقحمها بالسياسه. لا اخوي يعني اوكي صلي على النبي، يعني لا تصعد الموضوع، ورجاء يعني لا تغلط على سوريا. طبعا في ناس رح تفكر انه كل متابعين الانمي نفس هذا الشخص، بس حاب ابشركم واطمنكم انه لا، هاي الفئه موجوده فقط في اكس، لدرجه انه ايلون ماسك غير اسم التطبيق من تويتر لاكس عشان يخلص من هاي الناس، ولكن للاسف لساتها موجوده. بس والله يعني عزيز والله انه معك حق، انا شخصيا اتفق معك. يعني متى بنشوف نهايه ون بيس انا ماني عارف، رح اتجوز واجيب اولاد ولسه ما شفنا نهايه ون بيس. لا وفوق كل هذا توقف الانمي 6 شهور، بس اكيد يعني يبقى ون بيس عمك. اوكي الصوره اللي بعدها من عادل الشمري كاتب اخيرا افتكينا منه. يا اخي والله كمية الشبه مو طبيعية، والله مو طبيعي يا جماعة الخير، شبه مو طبيعي، كوبي بيست تحس حرفيا. بشار بذكرني بفرعون، هو نفسه فرعون اللي كان يدعي ويقول انا ربكم الاعلى، نفس التصرفات بالضبط، نفسها بالضبط. واخر شيء شوفي اشكالهم على شو متكبرين انا ماني عارف. خلونا بالله نشوف اللي بعده. اوكي اللي بعده من ميمز ومنزل هاي الصورة وكاتب محد السوريين ببيت بشار. والله هذا اقل شيء بيقدروا يسووه بعد ما تم سرقتهم وبعد ما هجر الملايين من الناس وقتل الملايين من الناس واعتقل الالاف والملايين من الناس. بس بالله يعني بالله اخوان السوريين يعني لو في هيك فرار بالكراج يعني لا تنسوا اخوكم بالله يعني. اوكي معنا الصورة اللي بعدها، ما يعرف سوريا اي علم. الله اكبر على كمية الاعلام اللي حاططها. وشو كاتب كمان الحمد لله. والله الحمد لله دائما وابدا. بس يعني انت يا اخي والله ماني عارف، يعني حاطط اعلام الدول العربية كلها. بس صراحة ما الومه، يعني نحن الدول العربية كلياتنا واحد يعني. بس جد يعني يا اخي والله بلحس مخكم، بس خلينا يعني هل في ناس وصلت لهي الدرجة من الغباء؟ على كل حال حتى العلم السوري اللي حاطه هذا العلم قديما، الف مبروك للسوريين للعلم الجديد. اوكي خلونا نشوف التغريده اللي بعدها من بشار الاسد. انا ما بعرف لو هذا حسابه الرسمي او لا، مبين انه حدا منزله هيك مسخره. منزل هاي التغريده وكاتب اتمنى ان لا تشاهد زوجتي اسماء هذه التغريده. طبعا التغريده شو كانت بتقول؟ اداره العمليات العسكريه مكافاه ماليه كبيره لمن يدلي باي معلومات تساعد في القبض على الارهابي بشار الاسد. المشكله اني كنت راح اشبه بشار بالفار، بس حرفيا الفار بريء منه. على الاقل الفار ما سووا كل هاي المجازر والمذابح والقصص والاشياء والكميه القرف اللي شفناه من بشار. بس يعني لا تخاف، عذاب الاخره راح يجيك يا قدر، جايك يعني. خلونا نشوف اللي بعده. اوكي معانا نفس الحساب منزل القياده العامه للجيش والقوات المسلحه السيد الرئيس بشار الاسد مثلي الجنس ويجب ان تتدخل الدول الغربيه لحمايته. والله ما راح استغرب لو كان عن جد مثلي. يعني بالله شوفوا هاي الصوره، بالله شوفوا بالله الصوره، بس ركزوا فيها بالله. مين كان بيصدق انه هذا رئيس دوله؟ يا حبيبي رئيس مزبله وزياده عليك، الله ينتقم منك. بس اوكي خلونا نشوف التغريده اللي بعدها. اوكي مكتوب
إذا هربت بهذا الشكل هل يستطيع أحد التعرف علي؟ صدقني كيف ما تغير من حالك، كيف ما تغير من نفسك رح نتعرف عليك، صدقني، خصوصا من الفك اللي داخل بالرقبة تبعك يعني بحنكك. أنا ماني فاهم صراحة يعني، والله هاي أول مرة بتنمر على شخص وأنا مرتاح ومبسوط آخر رواق، والله ضميري عم بتنمر وأنا مرتاح يعني، ضميري مبسوط. أوكي خلونا نشوف اللي بعده. الفنان السوري دريد لحام: عندما قلت للهارب بشار الأسد أحبك وأعشقك كنت أقصد في داخلي أكرهك وأبغضك. إيه الآن صرت تكره وتبغضه ها؟ أنا في ناس حرفيا كنت أعرف إنهم شبيحة ومع بشار وكانوا ينزلوا أشياء على السوشيال ميديا خصوصا على الانستغرام ويشبهوا لبشار بشكل مو طبيعي، مو طبيعي يا جماعة الخير. وأول ما تحررت سوريا انصدمت إنهم منزلين عندنا على الستوري أسماء وكاتبين فلان صديق. كيف صديق يا حبيبي؟ والتشبيح اللي كنت عم تسويه من قبل. والمشكله انه كانوا يشبحوا بشكل مو طبيعي يعني. اوكي انت ممكن تكون قاعد عم تشبح غصب عنك بس مو لهي الدرجه، والان صرت تكتب اسمك وتقول صديق. سلام مهدي يا حبيبي، بطلوا كذب بس. اوكي خلونا نشوف اللي بعده. اوكي التغريده اللي بعدها من احمدوف. اوكي يعني ما بعرف ليش هيك اسمك صراحه عم تحاول تكون روسي ولا شلون انا ماني عارف. المهم كاتب في التغريده: لو ما تفاعلت مع التغريده الله يرزقك بولد مثله. لا يا حبيبي لا يعني صلي على النبي، استهدي بالرحمن وطول بالك يا حبيبي يعني. والله هاي الدعوه ما بتمناها لاشد الناس اللي بكرهها بحياتي يعني هدي شوي. بس والله يا جماعه التفاعل وصلوا لمرحله ثانيه كليا يعني. شوف عشان التفاعل. اوكي خلونا نشوف اخر تغريده معانا من بار تيوب. ويب هو نفسه بار تيوب اللي جاب 10 مليون بدون ما يطلع وجهه ما شاء الله تبارك الله، والى الان ما نزل مقطع. يا حبيبي يا بار نزل مقطع يعني، نزل بالله. الشعب كله يطالب بمقطع على 10 مليون يعني. المهم كاتب: والله شب الحماس مشينا الاندلس. والله حرفيا بتفق معه، والله اول ما سمعت عن الخبر هيك كميه حماس مو طبيعيه كانت فينا، وما كنت مصدق الشيء اللي صاير. ما كنت مصدق انه اخيرا سوريا تحررت من نظام فاسد. ما عم بشوف وانا مو مصدق، قلت مستحيل وتحمست. قلت خلص خلينا مشينا على فلسطين، نكمل على فلسطين وعلى الاندلس ونحرر البلدان الثانيه. بس منها صايره وصايره يعني، ما بتصير كل يوم. اوكي اكتشفت انه في مقطع اضافي راسله الممنتج لإلي، خلونا بالله نشوفه مع بعض. اوكي كاتب: بشار الاسد على الحدود الروسيه. يا اخي هيك مو طبيعي والله. والله التركيب مو طبيعي. بس تهرب وين يا حبيبي يعني؟ بالله وين راح تهرب؟ اخرتك الموت. لو مو هربت على روسيا، لو هربت على جزر القمر يا حبيبي، جايبينك وبس. والله لفيت ولقيت انه الميمز خلص. هاي المره كان مقطع الميمز عباره عن صور. لو حابين ننزلكم مقطع ميمز عن نفس الموضوع ولكن مقاطع فيديو مليان حرفيا. انا دخلت على الانستغرام لقيت مقاطع ميمز مو طبيعيه عن هذا الموضوع. يعني لو حابين نتشمت زياده ببشار بعد مطار وبعد الاشياء اللي صارت له اكتبوا لي تحت بالتعليقات. ولو حابين انتم ترسلوا لي مقاطع انا اسوي عليها ردة فعل كمان حبيبي، حياك على الانستغرام، روح لهنيك تابعني وارسل لي المقطع هنيك وان شاء الله بسوي عليه ردة فعل. وبس والله بتمنى يعني لو عجبك الميمز تشترك في القناة وتحط لايك. خلونا نحاول نوصل 200 لايك بهذا المقطع، وخلونا نحاول نوصل 20,000 مشترك بأسرع وقت ممكن. الأمل كان انه نوصل نهاية هاي السنة بس شوي صعبة، ولكن يعني لو الكل اشترك ان شاء الله بنوصلها. فاشترك وحط لايك. وبالمناسبة لا تنسى رابط الديسكورد الخاص فيني بتلاقيه تحت بوصف الفيديو. حياك الله، بنكون متواجدين فيه كل سبت واحد، بندخل مع بعض وبنلعب وبنسوي ردات فعل وبنفرفش سوا يعني. فحياك الله على الديسكورد. وبس والله هذا كان كل شيء معنا لليوم. بتمنى يكون المقطع عجبك. لا تنسى اللايك والاشتراك. وكان معاكم الأسطورة المسطرة داي مهما طال الزمان وأبعدتنا المسافات يبقى فينا الحنين خيطا يلف قلوبنا. قد آن الآوان لننون أحلى الأمنيات.